ما هو مش معنى ان السمنة البلدي غالية مش هتعرفي تعملي كعكة وبسكويت. لا، تعالي بقى النهاردة هتعملي شوية سمنة بلدي روعة، وكله من اللبن. تعالي النهاردة فيديو بسيط جدا هعلمك ازاي من اللبن تعملي شوية سمنة بلدي، اعملي بيهم الكعكة والبسكويت وكل شيء. مبدئيا كده انا معايا وش اللبن، فيديوهات كتير جدا عندك على القناة كلها، هسيبلك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. معايا وش 6 كيلو من اللبن، ده مش صعب خالص، كلنا في رمضان بنجيب لبن. كل اللي عليكي هتجيبي اللبن وتغليه وتلمي الوش بتاعه تاني يوم، وبعد كده هتاخديه تشيليه في الفريزر او على رف التلاجة، مفيش مشكلة، لغاية ما تجمعي الشوية اللي انت هتعمليهم. انا هنا الوش اللبن ده كان طالع من الفريزر، سبته يفك شوية وهحطه في حلة. دول وش 6 كيلو من اللبن، يعني سهلة جدا، 6 ايام هتجيبي اللبن هتجمعي لي الوش بتاعه. بس حاولي تبيتيه ليلة عشان يطلع معاكي وش حلو. كل اللي هتعمليه انا هنا ولا هفصله زبدة ولا هعمل اي حاجة، انا هجيب وش اللبن زي ما هو وهحطه في حلة وهرفعه على النار عالية. اول ما يبتدي يدوب معايا كده على النار العالية هبتدي اهدي النار شوية، هتحسي كده بدأ يفصل من بعضه، تحسي طبقة زيت كده بدأت تطلع. وهتلاقي القشطة، طبعا القشطة غير الزبدة بتبتدي تفصل وتعمل تتحول لك اكنها لبن. لا، القشطة هتبتدي تجمع لك كده اللون ده اللي انت شايفاه ده، وهتبتدي تفصل شوية بشوية. ومرتة اللي بتطلع من القشطة غير خالص بتطلع من الزبدة، هتبتدي تطلع معاكي كده ولونها يبقى ذهبي. في المرحلة دي كل ده والنار هادية جدا عشان ما تتلسعش منك. هتبتدي بقى انزل رشة ملح صغيرة جدا، انا هعملها بيها كعك وبسكويت وحاجات من دي حلويات، يعني نسبة ملح تكون قليلة جدا. تحضري لي بقى مج من الزيت، ويكون زيت نوع نظيف وملوش اي ريحة. هتنزلي لي بيها في الوقت ده، ما تنزلش فيها بالبداية عشان الزيت ما يبتديش يغلي فترة طويلة ونقول بقى كده ده دهون مهدرجة والكلام ده. احنا دلوقتي هنحط الزيت قبل نقول القدحة الأخيرة للسمنة. كده بص زي ما انت شايفة المرتة بدأت لونها ذهبي فاتح أشقر خالص. هديها سيبها تاخد غلوة واحدة مع الزيت بحيث ان كلها تتجانس مع بعضها. خدت الغلوة دي وريمت كده هروح طافية عليها النار. مع السخونة هتبتدي تكمل بقية التسوية بتاعتها. انا هنا المرته مش مهتميه قوي ان هي لونها يبقى فاتح ولا غامق، انا بغمقها وادعها حلو قوي لاني محتاجه شويه سمنه، يعني القشطه تمطر كل الدهون اللي فيها. فهنا هبتدي بقى بمصفى تكون ضيقه جدا وبرطمان ازاز كده، ومصفى تكون ضيقه بحيث ما تنزلش حاجه من المرته بتاعتها دي. خلاص، وهصفيها كده. وانت بتصفيها حاولي تضغطي كده، يعني باللي بتعملي بيه كده بتحطي بيه اضغطي عشان تنزل كمية السمنة اللي فيها. صفيتها، صفي الكمية كلها وبقى معايا شوية سمنة. اقسم بالله يعني الزيت اللي انت حطيتها مش هتفرقيه تماما عن طعم السمنة البلدي. شوية سمنة بلدي عاملاهم بايدك، استخدميهم بقى في الحلويات، واستنوا فيديو جاي هقول لكم ازاي تستخدميها في الكعك والبسكويت. هنضيف لها مكون بسيط خالص، هنضاعف فيه الكمية بحيث نعمل كل حلويات العيد من غير ما نغرم اي حاجة ومن غير ما نتكلف حاجة. بص صفاء السمنة عاملة زي السمنة، صافية وجميلة جدا ولونها زي الفل. هقولك على تركة بسيطة دلوقتي. كل اللي هتعمليه هتاخديه كده البرطمان يبرد تحطيه على رف التلاجة، وهقولك ليه على رف التلاجة، لان فيها نسبة زيت فهتبقى مزيتة معاكي، مش هتمسك زي السمنة البلدي الخالص. تعالي بقى بص المرتة دي بتبقى مختلفة شوية عن المرتة اللي بتطلعيها من الزبدة البلدي، بتبقى كده يعني مخشنة شوية زي ما بنقول. هتحطيها على رف التلاجة لغاية ما تستخدميها. بصي لي بقى هنا بعد ما تطلع من التلاجة بتبقى متماسكة جدا، لو سبتيها بره التلاجة بتبتدي تسيح شوية للأمانة. فهقولك الفيديو الجاي ان شاء الله لو انتوا حابين اكتبوا لي نكمل بقية الفيديو واقول لكم ازاي هعمل بيها حلويات العيد وهضيف لها ايه بحيث اضاعف كميتها واعمل بيها الكعك والبسكويت وكل حاجة، وكمان هحس ان هي بسمنة بلدي صافي. فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم، وانتظرونا في فيديوهات جديدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.